تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. تساءل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن بعض المعلومات حول إلينا إنجل وباربي نجد وميرا النوري، صناع المحتوى الذين أثاروا الجدل في الأشهر الماضية. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو، يجب أن أوضح لكم شيئا في غاية الأهمية: إن سلوك وأخلاق صناع المحتوى لا يمت بصلة إلى البلد الأم، ولا يمثلون إلا أنفسهم. وإليكم أهم المعلومات حول المحتوى والاسم والجنسية لصناع المحتوى الذين تساءل عنهم العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأثاروا الجدل في الأشهر القليلة الماضية. وتساءل العديد: من هي باربي نجد؟ باربي نجد هي موديل وعارضة أزياء سعودية. ولدت باربي في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض في عام 1994 بحسب ما نشر عبر مواقع التواصل. إذا تبلغ من العمر 29 عامًا، انتقلت بعد ذلك للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لتكمل دراستها، وبعد الانتهاء من الدراسة بدأت عملها في مجال الموضة والأزياء كعارضة أزياء للملابس الداخلية، حيث تعرضت للهجوم والكثير من الانتقادات من قبل الشارع السعودي، لأن ذلك يتنافى مع أخلاقيات وعادات وتقاليد الشعب السعودي الإسلامي. يعود السبب في شهرة الموديل وعارضة الأزياء باربي نجد إلى نشرها لفيديوهات وصور غير لائقة على حسابها الشخصي على التيك توك، هذا التطبيق الذي يساعد في نشر الفيديوهات بشكل كبير دون أي رقابة، كونها العارضة السعودية الأولى للملابس الداخلية. وأيضا السبب الأكبر لزيادة شهرتها إن جنسيتها سعودية، إذا إن ما تقوم به يعتبر منافيا للعادات والتقاليد المجتمع السعودي الذي بدوره يحارب الفساد وانحلال الأخلاق بقدر ما يستطاع. وتساءل العديد: هل ظهرت باربي نجد مع إلينا إنجل؟ نعم، ظهرت باربي نجد مع إلينا إنجل في الكثير من المقاطع التي تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. من هي ميرا النور التي تساءل عنها الكثير؟ هي ممثلة وراقصة عراقية الجنسية، ولدت عام 1997، ولدت في ريف بغداد من الطائفة الشيعية. انتقلت عام 2022 للعيش في السويد، ثم استقرت في ألمانيا. تزوجت ميرا النوري في بدايات العشرينيات من عمرها، وانتقلت للعيش مع زوجها في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها انفصلت عنه بعد فترة وجيزة ولم تنجب أولاد من زوجها. ميرا النور التي تعتبر من أشهر الشخصيات العراقية المؤثرة على تطبيق التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت ميرا النوري عملها كناشطة ومؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا تطبيق التيك توك، لكنها دخلت في صناعة أفلام للكبار في أوائل عام 2023، وهذا ما كان سبب في بروز اسمها عبر محركات البحث مؤخرا، حيث يبحث الكثير من الناس عن بعض المقاطع التي تتم نشرها عبر حساباتها الشخصية. وقد تساءل العديد: هل ظهرت ميرا النوري مع إلينا إنجل؟ نعم، ظهرت ميرا النوري مع إلينا إنجل في بعض المقاطع التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلينا إنجل هي صانعة محتوى وممثلة عراقية، ولدت في العراق في ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا في عام 1987، وهي تبلغ من العمر 38 سنة. وتعتبر إلينا إنجل من أشهر البلوجر العراقيات، ويعود السبب الرئيسي وراء شهرتها إلى أفلامها ذات الصيت هذا، وتندرج أفلام إلينا إنجل تحت تصنيف أفلام للكبار فقط، حيث يدفع الكثير من الناس للبحث عن إلينا إنجل وعن المقاطع المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. تلك المقاطع التي أججت الرأي العام حول شخصية إلينا إنجل وسيرتها الذاتية والمهنية، خصوصا وأنها تنحدر من مجتمع عربي محافظ وهو المجتمع العراق، الذي تتناقض قيم وأخلاقه مع ما يظهر في المحتوى الذي تقدمه إلينا إنجل في المقاطع التي يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.